جربنا مكنة قهوة جديدة مش منطقية خالص. المفروض انها بتشتغل ببن مطحون او بتحط لها البن سليم وهي تطحنه. بتشتغل بكبسولات وبتعمل كل حاجة من اسبريسو لامريكان كابوتشينو حتى الكراميل مكياتو والفلات وايت وكل مشروبات اللبن. فتعالوا نشوف تمام ولا اي كلام. مبدئيا كده الماشين لسه نازله جديد من براند مصري اسمه رافال، وهي تكوينها زي ماكينات الكافيه بالظبط لكن بشكل مصغر، يعني نفس باسكت القهوه اللي بتحط فيه البن عشان يحصل استخلاص الاسبريسو، وضغط الميه 19 بار فبتطلع نفس كواليتي الكافيه. بس المميز اكتر بقى هو الجزء ده، مطحنه قهوه جوه المكنه لكن مستقله في نفس الوقت. هتعرفوا ازاي بعد شويه. المطحنه بتاخد ربع كيلو وفيها من الجنب 15 درجه طحن عشان تطحن لك الحجم المناسب لكل مشروب، وبيجي معاها كمان كل الاكسسوارات اللي ممكن تحتاجها عشان تعمل اي مشروب قهوه. يعني في البيتشر او الوعاء ده اللي هو بتسخن فيه اللبن وتعمل له فوم، عندك باسكت للوان شوت، باسكت للدبل، وفي التامبر اللي هو بتكبس بيه القهوه عشان الاستخلاص يبقى مظبوط، وفرشه للتنظيف، والجزء ده كمان اللي بتستخدمه وانت بتطحن القهوه. اما ده بقى فاختراع بجد، يبان باسكت عادي خالص بس هو في الحقيقه مخصوص لكبسولات دولتشي جوستو. ده بيعمل لك ايه بقى؟ كل حاجه، مشروبات قهوه عاديه، مشروبات بلبن، نكهات، كراميل، فانيليا، كل حاجه. فاحنا لحد هنا الكلام عظيم جدا. تعالوا بقى ندخل في طريقه الاستخدام، اداء الماشين والطعم اللي بيطلع منها. بنبدا الاول نركب المطحنه، بس لازم نلف الجزء ده لحد ما نسمع صوت التك عشان نتاكد انها اتثبتت. نملى تانك الميه اللي ورا، بعدين نحط البن عشان نكتشف الطف واسهل طريقه للطحن. انت بتجيب الباسكت سواء سنجل او دبل، بتحطه في المكان بتاع المطحنه، ويا دوب ضغطه بسيطه جدا لجوه بتلاقي اللمبه نورت والقهوه بدات تنزل مطحونه بالمقاس اللي انت حددته بالظبط. بعدين تضغط ضغط كمان فتوقف طحن. في طريقه تانية كمان للطحن، انك تضغط على الزرار ده. كده احنا خلاص طحنا البن. نضغط بقى عليه كويس قوي بالتمبر ده، نتاكد ان هو مستوى واحد، بعدين نحطه في مكانه ونختار سنجل او دبل شوت حسب الباسكت اللي احنا حاطينه. فبعد لحظات تنزل لنا اكتر قهوه فريش من بن مطحون حالا، ومضمون كمان الحبوب قدامك، ولا مخلوط بسله بقى ولا نوى بلح ولا الكلام ده. اما بالنسبه لمشروبات اللبن زي اللاتيه مثلا، فانت في الاول بتعمل شوت اسبريسو عادي جدا زي ما شفتوا، بعدين بتجيب البيتشر تحط فيه لبن يكون بارد وتشغل الستيمر، فخلال دقيقتين 3 بيعمل لك طبقه فوم، فتحط اللبن فوق القهوه، الفوم فوقيهم، وخلاص خلصت. نيجي بقى لاوبشن مهم جدا وهو كبسولات دولتشي جوستو. الفكره ان الكبسولات دي مش بس بتعمل قهوه عاديه، لا هي كمان فيها تنوع رهيب. احنا مثلا استخدمنا كبسوله لاتيه كراميل ماكياتو، ودي بتبقى كبسولتين مع بعض، واحده بتحطها فتنزل لك لبن دسم جدا ومعمول فوم جاهز كمان، الثانيه بتحطها بتدي لك القهوه اللي عليها نكهه الكراميل. وعندك طبعا كبسولات للموكا، الكراميل، الفانيليا، هوت شوكليت، كل ده في نفس الهاند اللي انتوا شايفينها. اما لو بتشرب امريكان كوفي فهي هنا بتتعمل بطريقه الامريكانو، بتاخد شوت او اتنين اسبريسو عادي، بعدين بتزود عليهم ميه من زرار الهوت ووتر. عشان ندخل بعد كده على شويه اوبشنز بسيطه بس ذكيه جدا في نفس الوقت. يعني مثلا فكره ان المطحنه بتدي لك البن بره، دي لطيفه جدا لان انت ممكن تستخدمها كمطحنه بس مستقله. في كمان لما بتيجي تغير الباسكت بين السنجل والدبل، في فتحه كده في الهاند بتظبطها على فتحه الباسكت فتركب معاك على طول. عندك كمان الجزء الاحمر ده عامل زي العوامه كده، اول ما الميه اللي تحت دي بتعلى الجزء الاحمر بيطلع عشان يقول لك انه المكان ده محتاج تنظيف. المكنه كمان 1500 واط فبتسخن الميه بسرعه جدا، والتانك بتاعها 2 لتر فانت مش محتاج تملاه كل مشروبين 3. الماشين برضو فيها دوره تنظيف بتتخلص من الرواسب، وفيها اوبشن توفير الطاقه اللي هو يعني بتقفل لوحدها لو مش بتستخدمها. في الاخر الماشين دي بتدي لك كل اوبشنز القهوه اللي ممكن تتخيلها، سواء في نوعيه مشروبات القهوه او مشروبات القهوه اللي بلبن، وسواء في نوعيه البن اللي بتستخدمه ان كان حبوب او مطحون جاهز او حتى كبسولات مع اللبن والنكهات. كواليتي الجسم بتاعها كويس جدا، استخدامها سهل، ومعاها كل الاكسسوارات اللي بتحتاجها. عشان كده طبعا دخلناها قائمه تمام. الماشين متاحه للشحن في كل المحافظات مع سعر كويس جدا، توافر لقطع الغيار، وخدمه ما بعد